شكوك وغيرة السلطان العثماني بالجواري. في أعماق قصر طؤبكابي الشهير في اسطنبول، حيث تلتقي القوة بالضعف في أحلك تجلياتها، عاش السلطان إبراهيم الأول، المعروف بلقب إبراهيم المجنون. كان السلطان إبراهيم شخصا معقدا، حاكما يتأرجح بين العبقرية والجنون، بين القوة والهشاشة. ومن بين جميع النساء في حريمه، كانت هناك سيدة مميزة تحمل اسم تؤرخان، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قصته المأساوية. منذ طفولته، عاش إبراهيم في ظل إخوته الذين كانوا يرثون عرش الإمبراطورية العثمانية واحدا تلو الآخر، حتى جاء دوره أخيرا بعد أن أعدم أخوه عثمان الثاني وتوفي أخوه مراد الرابع. حمل إبراهيم على عاتقه إرثا ثقيلا، وورث قلقا داخليا زرعه فيه سنوات من العزلة والحبس في القفص، تلك الغرف المغلقة التي كان الأمراء يعيشون فيها حتى يصعد أحدهم إلى العرش. كانت هذه السنوات الطويلة قد أثرت على عقل إبراهيم وأحكمت قبضتها على روحه. عندما أصبح سلطانا، كان إبراهيم يسعى لتعويض سنوات الحرمان من الحياة العادية، لكنه وجد نفسه محاصرا بالمؤامرات والخيانة التي أحاطت به من كل جانب. كان يعاني من نوبات حادة من الغضب والشكوك التي لا تنتهي. وفي وسط كل هذا الفوضى، ظهرت تؤرخان، تلك الجارية الجميلة ذات الشعر الأسود الطويل والعيون الساحرة، التي أسرته بجمالها ورقتها. تؤرخان لم تكن مجرد جارية عادية، بل كانت تتمتع بذكاء وحنكة. استطاعت أن تكسب قلب السلطان بفضل مهارتها في الحديث وإدراكها العميق لما يجول في عقله. بدأت العلاقة بينهما تنمو بشكل سريع، وأصبحت تؤرخان قريبة جدا من إبراهيم. لكن مع ازدياد قربها منه، بدأت الشكوك تنمو في قلب السلطان، خاصة مع تفاقم حالته النفسية. في إحدى الليالي، بينما كان السلطان يتمشى في أرجاء الحريم، لفت انتباهه تزايد اهتمام الجواري من حول تؤرخان. كان الجميع يتحدث عنها، عن جمالها وقوة تأثيرها على السلطان. بدأت الغيرة تتغلغل في قلبه، تلك الغيرة التي كانت تتغذى على مخاوفه ووساوسه. وبدأ يعتقد أن تؤرخان قد تكون تخفي شيئا عنه، ربما كانت تخونه مع أحد رجال القصر أو مع إحدى الجواري. كان السلطان يقضي ليال طويلة بلا نوم، يراقب تحركات تؤرخان والجواري، وكان يرى في كل همسة وكل نظرة سرا مخفيا. وفي إحدى الليالي، سمع السلطان حديثا غامضا بين بعض الجواري عن تؤرخان، حيث ذكرن أنها تتمتع بجمال يجعل الرجال يسقطون تحت قدميها. كان هذا كافيا لإشعال نيران الغيرة في قلبه، حتى بدأت الأفكار السوداء تسيطر عليه تماما. بدأ إبراهيم يشك في ولاء جميع نساء حريمه، ولم يعد يثق بأي واحدة منهن. كان يعتقد أن جميعهن يخططن للإيقاع به، وأنهن يخفين خيانات وراء تلك الوجوه البريئة. وفي لحظة من الجنون، قرر السلطان أن يتخلص من كل من يشك فيهن. كانت تلك الليلة مشؤومة، عندما أصدر أمره بإغراق جميع الجواري في البحر. أعدت سفينة كبيرة حملت 280 جارية، وقيدت أيديهن وربطت أثقال حول أقدامهن. كان الليل حالكا، والجو يحمل رائحة الموت. كان الجواري يبكين ويطلبن الرحمة، لكن السلطان إبراهيم لم يكن يسمع سوى صوت الشك الذي يصرخ في رأسه. في لحظة من الفزع المطلق، ألقيت الجواري في أعماق البحر الباردة، حيث اختفت صراخاتهن مع الأمواج. بعد تلك الليلة الرهيبة، شعر السلطان إبراهيم بالفراغ يسيطر عليه. لم يجد في تلك الجريمة الفظيعة أي راحة،
بل زادت من شعوره بالعزلة والخوف. كان يتجول في قصره كالشبح، يشعر بأن أشباح الجواري تطارده في كل زاوية. حتى تؤرخان التي كان يحبها بالصدق أصبحت في نظره مشبوهة وغير موثوقة. لكن تؤرخان التي نجت من تلك المذبحة بسبب مكانتها الخاصة شعرت بالرعب من التغيير الذي طرأ على السلطان. كانت تعلم أن إبراهيم لم يعد يرى فيها حبيبته، بل يرى فيها تهديدا لعرشه. كانت تمشي على أطراف أصابعها في القصر، تخشى أن تقع ضحية لجنون السلطان في أي لحظة. ورغم كل ما قدمته من حب وإخلاص، شعرت أن حياتها معلقة بخيط رفيع. بدأ السلطان يشك في كل كلمة تقولها تؤرخان، في كل حركة وكل نظرة. كان يبحث عن أدلة لخيانتها في كل مكان، حتى في أبسط الأمور. كان يعتقد أن الابتسامة التي كانت ترسمها على وجهها تحمل خيانة مخفية. ومع مرور الأيام ازداد الضغط على تؤرخان، حتى بدت تشعر بأن نهايتها قد تكون قريبة. في محاولة للسيطرة على جنونه، حاولت تؤرخان أن تبقى بجانبه أكثر من أي وقت مضى، تبذل قصارى جهدها لتهدئته وإعادة ثقته بها. كانت تحاول إقناعه بأن حبهما أقوى من الشكوك التي تملأ عقله. لكنها كانت تدرك في أعماقها أن الجنون الذي أصاب السلطان لا يمكن علاجه بالكلمات. وفي يوم من الأيام، بينما كان السلطان جالسا في جناحه يتأمل في مرآة عتيقة، رأى في نفسه صورة رجل متعب ومهزوم. كانت تلك اللحظة التي أدرك فيها أنه قد دمر كل شيء حوله بسبب غيرته. لكن بدلا من الشعور بالندم، قرر السلطان أن يعمق هذا الجنون أكثر، وأصبح لا يثق بأي شخص من حوله، حتى أقرب مستشاريه. مع تدهور حالته العقلية، أصبحت تؤرخان تشعر بالخطر أكثر من أي وقت مضى. بدأت تفكر في الهرب من القصر، لكنها كانت تعرف أن الهروب لن يكون سهلا، وأن السلطان سيطاردها حتى لو كانت في أقاصي الأرض. كانت تعلم أن النجاة تتطلب ذكاء وصبرا، لكنها كانت تخشى أن تنفد قوتها قبل أن تجد مخرجا. في ليلة هادئة، بينما كان القمر يضيء سماء اسطنبول، دخلت تؤرخان إلى غرفة السلطان بخطوات خفيفة. كانت تحمل في قلبها أملا أخيرا في أن تتحدث معه وتعيده إلى رشده. جلست بجانبه، وبدأت تروي له قصصا عن الأيام التي كانت تجمعهما في حب وصفاء. حاولت أن تذكره بالأيام التي كانا يتحدثان فيها عن المستقبل معا. لكن السلطان لم يكن يستمع. كان عقله مشغولا بالشكوك التي تأكله من الداخل. وفجأة قطع حديث تؤرخان بسؤال مباشر: لماذا تبتسمين؟ هل تخفين شيئا عني؟ كانت عيناه مليئتين بالغضب والريبة. أدركت تؤرخان في تلك اللحظة أن محاولاتها لإعادته إلى الواقع قد فشلت. بدأت تشعر بالخوف يتسرب إلى قلبها، ودركت أن اللحظة التي كانت تخشاها قد اقتربت، وأنها ستصبح ضحية لجنون السلطان كما أصبحت الجواري من قبلها.